صبايا، تقطيع الكبة المبرومة نزلت أنا مقاديرها. التقطيع أنا بنصحك تبرديها تماما، حتى حطيها بالفريزر لمدة نص ساعة بس أو ربع ساعة لتبرد تماما. بعدين بقطعها مثل حد السكين، ما بخاف، بمسكها بهالشكل. بسم الله، بهالطريقة. شوفي شلون عم تنقطع معي بكل سهولة، من أروع ما يكون. بتحكم بالمقاس تماما كعرض، وراح أفرجيكي المقطع العرضي جواتها. إيش بسوي أنا؟ بكرة عندي عزيمة، تمام؟ بلمها على بعض، أنا ما بدي أشممها هوا، بس شممتها الهوا الفستق بيصير أسود. بدي جمال هالفستق، أنا هالفستق بدي جماله، ممنوع تحميص الفستق، نصيحة. رح أفرجيكي إياها. شوفي من أجمل ما يكون. أنا هالشكل بدي أحافظ عليه، بلملمها بهالنايلون أو بقصدير، بضبها على بعض تماما، وبرفعها بالبراد. تاني يوم بحط لها شوية مسحة سمنة بسيطة، وبحمي الفرن، بدخلها يا دوب 10 دقايق، لأنه ما طيبة كتير سخنة الكبة المبرومة. هي الكبة المبرومة اللي منقول عليها شكل وطعم ولا أطيب. هي الكبة المبرومة الحقيقية الحلبية. أهلا وسهلا فيكي صبية من جروب مطبخ دلال حناوي للمبتدئات، خطوة بخطوة. ويا هلا فيكم، ورمضان كريم. وممكن هي تحضير مسبق كطبق لرمضان، شكل وطعم ولا أطيب. أهلا وسهلا فيكي صبي.